إن لم تستحي فافعل ما شئت. في ظل انتشار البليلة بتظهر حالة غريبة وعجيبة، حالة اسمها البكاسة. ومادام قلنا حالة غريبة وعجيبة يبقى طبيعي جدا ان هي تكون من اختراع البليلة، مع كامل احترامنا لنادي الزمالك العريق والجمهور اللطيف. ولكن بصراحة كده كتير جدا رايحين على فين بس. وكلام البليلة زي ما قلنا قبل كده يبان ان هو مضحك او مسلي، ولكن خلي بالك لانه بقى مرض، ومرض معدي كمان. كل واحد يخلي باله من نفسه. اديني قلت اهو، علاقة البليلة بالبكاسة علاقة غير مفهومة بالمرة. فيديو الاسبوع ده فيديو ساخر للغاية، وعنوانه بقى هو البكاسة. واسمحوا لي اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. اهلا بيكم على كوكب البليلة. ولو انت يا صاحبي اهلاوي انزل دلوقتي حالا اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. ولان الفيديو ده واخد مجهود جبار فانت لازم تنزل دلوقتي تعمل اللايك الجميل اللي هو الاعجاب اللي ظهر قدامكم ده. انزل دلوقتي اعمل اللايك بس ثواني، ده في حالة ان انت اهلاوي. اما بقى لو بتاع بليلة فانت بشوقك عايز تكمل كمل، ولكن ملعا لحرق دمك والمواجهة الصعبة بحقيقتك بلاش. اسمع مني بلاش. وعلى بركة الله نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. كلام البليلة. انا فعلا بليلة.